رح أعرف عن حالي. أنا جوزيان فهد سريح، بروفيسور مشارك بمادة الإدارة بالجامعة اللبنانية الأمريكية ومديرة معهد المؤسسات العائلية والمبادرة الفردية بالجامعة اللبنانية الأمريكية. بسرني يكون معكم اليوم وكون عم شارك بالجلسة الأولى يلي فيها رابحين الست منى بورشي والأستاذ أشرف ربحوا، وأكيد بسرني أنه شارك معنا معالي الوزير، معالي وزير الثقافة السابق الأستاذ ميشيل وردي معنا على هالبانل. أهلا وسهلا يا ست سليم وردي. أهلا وسهلا بالجميع. نحن السيشن اليوم عن الابتكار. الابتكار اليوم هو حاجة لإدارة مستدامة، ورح نحكي أكثر عن الابتكار بعالمنا بالعولمة، في ظل العولمة بالسيشن الساعة 12:30. بدي أحكي كيف هالابتكار بالمؤسسات العائلية موجود، وكيف المؤسسات العائلية يلي هن سميتهم هيدن تشامبيونز، يلي هن عندهم ابتكار أكثر. الدراسات بيّنت أنه عندهم ابتكار أكثر من المؤسسات اللارج كوربوريشنز، وهن بيصرفوا أقل على الابتكار وعلى فرح نشوف أكثر بالجلسات اللي جاية. بيسرني معالي الوزير انه اول شيء رح لكم كيف بدنا ننظم. بدنا رح اقدم المشاركين، بعدين معالي الوزير رح يقدم برزنتيشن صغيره عن الشركه، بعدين رح نسال اسئله عن اهميه الابتكار، ورح نرجع نفتح الفلور للمشاركه من المشاركين. معنا اليوم معالي الوزير سليم وردي، وزير سابق للثقافة، وهو الرئيس التنفيذي لشركة سوليفاد دومين وردي التي عملت على تطوير منتجات العرق والنبيذ للأسواق المحلية والعالمية. بليز تفضل. صباح الخير، بيشرفني يكون بيناتكم اليوم، وخصوصا انه عم شارك البانل دكتور سريح واثنين من الفائزين تبعنا اليوم. لفتني بالكلمات اللي بلشت من شوي، اللي قالها استاذ رؤوف واللي قالها دكتور غنوم والوزير ورئيس غرفة التجارة والصناعة. نحن الشركات العائلية تشكل عنا بالشرق أكبر كم من الشركات، وكل الشركات إذا تسمح نقول كلمة كل بتبلش عائلية. استاذ رؤوف دغري حط ايده على بالفعل انا بنظري المشكلة الاساس، لأن الشركات العائلية بتبلش عادة مع شخص، والشخص بيكون عنده مثل ما وصفوا الشخصية والرؤية، والكل بيكون مواكبه، ولكن وقت هالشخص يا اما بيعود موجود يا اما هالشخص ما بيعود قادر بده يعمل السكسيشن، هون عم تخلق المشاكل عادة بالشركات العائلية. ومن هون أهمية نحكي بهالموضوع، لأنه تحديدا الشركات العائلية عم تشكل أكبر كم من الشركات في لبنان والعالم العربي. هلا التوبيك اللي نحن رح نحكي فيه اليوم حسب ما حددوا لنا هو between tradition and innovation setting the right direction in family businesses، ما بين التراديشنز القيم العائلية والقيم القديمة والتطور. طبعا طلب منا نعمل بريف هيستوري كل واحد عن شركته. نحن نقينا تحديدا عن هالموضوع لأنه في نملك أكثر من شركة. موضوع نبيد، موضوع نبيد ليه؟ لأنه صار لازم أقلب هاي أنا. أوكي. موضوع نبيد تحديدا لأنه هالصناعة الزراعية اللي هي من الصناعات الزراعية اللي عم تتصدر إلى الخارج عمرها تقريبا 2000 سنة قبل المسيح. 2000 سنة قبل المسيح، لأنه لكثير من الناس اللي ما بيعرفوا الموجودين بيننا لهون، نبتة العنب قبل ما نحكي عن بيد، نبتة العنب وشتة العنب غير موجودة كانت بأوروبا. خلقت نبتة العنب من حوالي 2500 سنة قبل المسيح، يعني عمرها 4500 سنة تقريبا أو 5000 سنة. عنا طبعا ما كان في عنا حدود جغرافية اسمها لبنان، ولكن بمنطقتنا هون.
وتصدرت نبتة هالعنب إلى أوروبا مع الفينيقيين، ومع الأمبير الرومان، مع الانتشار الروماني في العالم، انتشرت زراعة العنب في أوروبا كلها. بالتالي نحن أم وبي هالزراعة، وهالقد تاريخنا قديم في هالزراعة، وهالقد تاريخنا قديم في هالصناعة، لأنه تحديدا بهالصناعة نحن موجودين محفورين على تابلتس من الحجر عند الفراعنة، كيف كانوا الفينيقيين ينقلوا خشب الأرز والنبيذ بجرار الفخار مغطاية بجلد الحيوانات ويبيعوها عند الفراعنة بمصر. لحتى ما أتأخر عليكم دغري حبيت انتقل كيف التطور بيتم بشكل ملحوظ وواضح بهالصناعة. حبيت نقي أمور محددة. أولا، كيف ينقل هالمشروب اللي هو النبيذ؟ بالأساس كان مثل ما حكينا في عنا شيء اسمه أنفورز أو جرار فخار. هالجرار الفخار ينحط فيها النبيذ، يتغطى بجلد حيوانات ويتسكر وينقل ويباع ويتاجر فيه. وتبرهن بعدة محلات انه انلقى بعد سفن فينيقية قلبي بقلب البحر تصورت وهي جرار الفخار بعدها موجودة وما مكسرة، في هلا محاولات لشيلها من قعر البحار. هالصورة بتفرجينا، أول صورة على اليمين بتفرجينا بالفعل جرار الفخار، وهيدي تحديدا الفخارات الفينيقية الصغيرة لأنه في عدة أحجام. الصورة الثانية الحدة مع كثرة الطلب على النبيذ بلشت صناعة الزجاج، وصناعة الزجاج تبع الأناني الزجاجية. وشايفين كيف كانت الأناني سنة 1660 1685 لتطورت. انتقلنا إلى الزجاج التحت بالكعب، بعدين إلى الدم جم المبرومي، وصولا إلى ما هو متعارف اليوم وبين إيدينا الأناني الزجاجية اللي عم نشوفها بالآخر، اللي صارت صناعتها دقيقة جدا. كل أنينة تطلع ولو على البرودكشن تشين مراقبة بالليزر سماكة الإزاز، وهذا الشيء كان منه متاح عند الأصناف الثانية لأنه كانت صناعة الزجاج بعد يدوية، بعد تنفخ وتلف. كمان بالتطور كنا حكينا كيف كانوا يسكروا المحتويات تبع النبيذ، وقلنا بجلد الحيوانات. انتقلنا من مرحلة جلد الحيوانات إلى أول صورة منشوف فيها كانوا يسكروا هالمحتويات بشقف خشب، وأيامات يدلقوا على فوق الخشب شوية شمع لحتى يختموا هالقنينة. مع تطور الأمور صار في عنا شيء، الخشب صار يستعملوه لأشياء أهم. صار في عنا شيء نستعمل البارك اوف ذا تري، يعني في عنا نحن شجر اسمه شجر الفلين متعارف عليه عالميا، موجود بنسبة 92% منه بين اسبانيا والبرتغال. بيقشروا الشجرة من الخارج وبيستعملوا الفلين تبعها. بداية الفلين كان بهالشكل الكونيك اللي عم نشوفه بتاني صورة. ليه؟ لأنه كان القنينة ما بحياتها قلب القنينة يسو مزبوط، كل قنينة ياس قلبها مختلف، بالتالي تقدر تسكرها. كانوا يستعملوا الفلين الكونيك. وقت تطورت الصناعة شوي صاروا يقدروا يعملوا فنينة جالسة سيلندريك مثل ما شايفينها بالصورة الثالثة، وحتى هيدي اللي شايفينها اليوم اسمها اجلوميري، يعني بيطحنوا الفلين بيلزقوه بتلزيق خصوصي سوا وبيضغطوه وبيرجعوا بيعملوا فلين من اول وجديد. الاسباب كثيره بس ما رح نفوت فيها لانه الوقت ما بيسمح. الصوره الملونه تحت هي لتطور صناعه الفلين كمان، وهو الفلين السنتيتيك المعمول من مواد سنتيتيكيه بلاستيكيه ولكن غير مضره لا بالطعم ولا بالاذواق. الثالثه هي ستيلفان، هي من الومنيوم. واخر وحده وهيدي اجد وحده اليوم عالميا وبلشت تمشي عمرها 4 أو 5 سنوات، رجعنا الى الفلين الزجاج اللي هي اخر وحده. هذا كمان التطور بعدنا عم نحكي بالباكجينج.
Challenges of innovation. ما هي المشاكل نحن بالتطور وعم بنواجهها بالشركات العائلية وبالشغلنا نحن تحديدا؟ أول شيء مثل ما قلنا وقال عنها أستاذ رؤوف، succession، كيف الانتقال بالسلطة. الشغلة الثانية وقت بصير في انتقال بالسلطة بين شخص سابق وشخص ثاني، أول مشكلة بتواجهها هو بالأولد جارد، يعني الناس اللي كانوا معودين على طريقة العمل معينة مع شخص معين وانتقلت الطريقة إلى شخص ثاني وطريقة ثانية، هيدي أول شغلة بيصير في عنا مشكلة فيها. طريقة الحياة اللي بقلب الشركة، لأنه الشركات العائلية بتنمي طريقة حياة للناس اللي بتشتغل فيها كمان، هي كمان وقت بيصير في تغيير بيصير في مشكلة فيها. ومثل ما قلنا بالسابق، شخصية المؤسس اللي بيكون هي لها أساس ومؤثرة بكل الشركة، وكيف بيصير في الخلافات حتى بقلب الشركاء أو الأخوة أو ولد العم بالعائلية، كيف ما بيتقبلوا، كيف متقبلين شخص ما بيتقبلوا الباقي. الحلول اللي نحن قدرنا طبقناها لما نطول كثير، أنا بعتقد لازم نطول دكتور سريح. الحلول اللي نحن طبقناها ولقيناها عم تاخد منحى وعم نقدر نتخطى المشاكل اللي صارت معنا. أول شيء وقت في شخص مسؤول لازم يكون قراراته decisive، يعني ما يتراجع عنها بعد دراستها، لازم القرار اللي بياخده يضل ماشي فيه عصبات، ولو لقى في شوية بأول مرحلة مشاكل وناس عم تتلكأ عن القبول ولا انه تمشي بالواحد. ولكن بذات الوقت وباراليلي لازم هالناس اللي ما عم تتقبل التغيير الجديد نقدر نفهمها انه مش معناتها اذا انتم بعدكم ما انكم عم تتقبلوا، بعدكم ما انكم قادرين تمشوا لمطرح ما نحن شيء منريد، انه صارت وظائفكم معرضه وانتم رح تتركوا العمل. لانه هيدي اول مشكله بنواجهها مع الموظفين، انه تغير معناتها نحن بده يفللنا، نحن كبار بالعمر ما عدنا نسوه، نحن طريقه العمل هي ما عم نفهم عليها، نحن بنترك اشغالنا، وهي عم تقطعلهم بارزاقهم للناس. نحن من الشركات اللي حديت هلا ولا موظف عنا كان عنا وفللناه الا اذا في شيء مشكله كبيره. كل الناس طلعت على التقاعد عنا بعد عنا، اذا اللي هو بيريد ما نخصص له شيء وبيبقى براتبه، وهي عم بتخلي الناس تكون هي مرتاحه بعملها، عم تخلي الناس تقدر هي تكفي معنا كموظفين، ومش بس يكونوا مرتاحين، يكونوا هن يعتبروا حالهم they belong، يعني هن بينتموا الى شيء معين، وهذا الشيء بيريحهم بالانتاجيه. وصدقوني هودي الناس مش بس كفؤين وعندهم خبره، هودي الناس بيصير عندهم هالانتماء وبيصير عندهم غيره على الشركه مثل اصحابها واكثر ووفاء. الشغله الثانيه اللي تبعناها هي انه ناخذ هالتطور فشخه، لانه ولو الرجل المسؤول عنده الرؤيه وعارفين وين بده يوصل وشايف لوين الامور رايحه، لتقدر تقبلها للتيم تبعك ويمشي معك، في مشكله بقى. ولو كان هو رغبته انه يستعجل الامور ليوصل بسرعه لمطرح ما بده، ايامات افضل يمشي الامور فشخه لحتى الكل يكون ماشي معه لمطرح ما بده يوصل. طبعا واشراك الاخرين بالقرار هي شغله مهمه. طبعا بكل مؤسسه في مع التطور وهلا مع الشيء الماشي بالسوق اليوم، الحملات الماشيه كذا، طبعا الكواليتي اند سيرتيفيكيشن، يعني اليوم عم نسمع كثير عن حملات اللي بتعنى بالنوعيه، نوعيه الغذاء ولا غيره. طبعا نحن خلقنا ان هاوس لابوراتوري، يعني خلقنا مختبر داخلي للشركه. خلق شيء جديد غير موجود سابقا، عاده سهل لانه ما بيحس حدا انه تعرض لشيء ولا اخذت من دربه شيء، خلقت شيء لاستمراريه الشركه والكل ما عنده مشكله فيه. ولكن بدك تعمل سيرتيفيكيشن جديده وهي عالميه مثل الايزو او مثل هاسب،
هون بيصير في صعوبة أكثر، لأنه مش كل الموظفين عم تتقبل، ما عم تفهم أول شيء ليش وكيف. كمان هيدي عملنا لهم ان هاوس، جبنا لهم اختصاصيين، شرحنا لهم، عملنا لهم شرح، اشركناهم بالقرارات، اشركناهم بكل البروسيس، وكانت النتائج جيده، والريزلت تبعها كانت انه وير سيرتيفايد ايزو هسب وغيره. ولكن التطور انا ما عم بقلب هي اوكي. التطور بس للتطور، انه كل شيء جديد هو مناسب، وكل شيء جديد لازم نعمله، خصوصا بمؤسسات عندها تاريخها وعندها جذورها، لا يودي عادة لكل النتائج المرجوة، وايامات بيروح الى نتائج العكسية. كرمال هيك اي تطور لازم يكون في سيلكشن، لازم يكون في انتقاء، ولازم ننقي نحن شو بيناسب شركتنا وشو بيناسب منطقتنا وناسنا. يعني نحن كنت عم فرجيكم تطور بالفلين، نحن ما استعملنا الفلين السنتيتيك لانه نحن ما مقتنعين، ولو هو علميا مبرهن انه ما عنده مشاكل، ولكن نحن ما لقينا انه مناسب نحن نستعمله، لانه ذهنيتنا نحن لا تتقبل الفلين البلاستيك تنحط على المبيد. ما نقينا كمان الكبسوني الالومنيوم اللي فرجيتكم اياها من شوي لذات الموضوع، مش لانه بتنزع على المبيد ابدا، لانه نحن بنظرنا في ايمج في للبرودكت اللي بدنا اياه، ولا تتطابق هيدي لا مع مفهومنا ولا مع الايمج تبعنا. مش معناتها بتضر ابدا، في كثير شركات طبقتها وهذا حقهم، نحن ما لقيناها تتلائم مع الرؤيه اللي بدنا اياها، لا للبرودكت تبعنا ولا للتطور تبعنا. كيف يمكن تطبيق على العملاني؟ طبعا انا عم بجرب ترجم قد ما في لانه كاتب كل شيء بالانجليزي. كيف طبقناها عملانيا هالتطور هذا؟ طبقناها وقت الدومين وردي اجت لاول مره بلبنان وبتاريخ لبنان، ادخلت الى السوق اللبناني 5 اصناف نبيد اسمه مونوسيباج او فرايتال واينز، يعني نوع عنب واحد ونوع نبيذ واحد. كمنتجين نحن كنا اول ناس ادخلنا 5 اصناف من كل صنف من نوع عنب واحد، وسميناه باسم الصنف. هذا شيء كان موجود عالميا ولكن ما موجود بالسوق المحلي، وادخالهم الى السوق تم طبعا باتيكيت مختلفه، بقنينه مختلفه، وهيدي سمحت لنا اللي هن موجودين هون سيرا ميرلو كابرني سوفينيون الاحمر وسوفينيون بلان شاردوني الابيض، اللي هن انواع عنب متعارف عليها عالميا وبباكجينج مختلف. هذا سهلنا الدخول الى سوق لبناني، سوق لبناني في شركات متجذره فيه وقديمه، قدرنا عملنا بنتريشن سريعه بطريقه ذكيه. وكيف عملنا؟ واخيرا وليس اخرا لنعطي الكلام لغيرنا، نحن كمان لانه هيدي شركه لها جذورها وهالصناعه لها جذورها القديمه، لاول مره بلبنان نحن عندنا عنب اكل اسمه عبيدي. هالعنب منه موجود باي مكان اخر بالعالم، منه شاردوني، منه سوفينيون بلان، هذا موجود بلبنان فقط، وهو عنب اكل. اول مره بلبنان عملنا نبيد من عنب العبيدي وتسمى اسمه عبيدي مثل ما انكم شايفين على القنينه، بعرف اذا وضحت في الصوره، واطلق بالاسواق اللبنانيه والعالميه واخذ رواج جيد جدا، وعم نقدر طبعا كمياته محدوده ولكن عم نقدر نصدره وعم نعمل بنتريشن كمنه على السوق المحلي ولا بالسوق الخارجي. بتمنى انه ما اكون ضجرتكم وقدرت صبت الفكره باسرع شيء ممكن، وبعطي الفلور لدكتور سريح لحدا ثاني. شكرا. شكرا معالي الوزير. شكرا. اوكي بدي اقدم هلا ست منى بورشي، هي صاحبه شركه الجزائري للنقل ورئيسها التنفيذي، وهي مجازة بوساطة الجمارك بلبنان وعضو في المنظمة اللبنانية لأصحاب شركات النقل ومنظمة الفياتا. والست منى بورشي على مجلس إدارة الجمعية اللبنانية لإدارة الأعمال ومعهد المؤسسات المملوكة عائليا والمبادرة الفردية بالجامعة اللبنانية الأمريكية.
كمان ست منى بوارشي هي من النساء الأكثر تأثير في العالم العربي، أخذت المرتبة الخامسة بترتيب الفوربس، وهي كان عندها تأثير علي شخصيا كمان. بحب ست منى بوارشي تخبرنا شوي عن المؤسسة الجزائري، تعطينا هيك عن تاريخ المؤسسة شوي لحتى نحط اللي عم يتسمعوا بالجو عن المؤسسة. جزائري شركة شحن. شكرا. جزائري شركة شحن صار عمرها 70 سنة، تأسست سنة 45. أبوي تيبيكال فاوندر، عنده فيجن، شاب أول طلعته بده يأسس شيء. بيحكي لي إنه ما كان معه مصاري ففتش على مهنة ما بدها رأس مال، واللي هي التخليص الجمركي. كان زمان أول ما يطلع التخليص الجمركي تطلع قد ايه الجمرك بده، يروح للزبون ياخذ منه قد ايه الجمارك ويروح يدفعها. فكان في زيرو انفستمنت وما كان عنده مكتب، كان في أوضة تحت الدرج ببناية بولوصفيات بعدها موجودة بس نص مكتب، يعني لما طاولة له وطاولة لواحد تاني. هيدا بهالأثناء كبر وكان عنده فيجن، وطبعا هو طبع الفاوندر التيبيكال ديكتاتور، كل شيء بده يشوفه، كل شيء برأيه. بعد شيء من هالمجال شيء 25 سنة 26 سنة اللي هن اجته بنت طالعة من الجامعة وبدها تلتحق له بالشركة. بس فت على الشركة جربت استمع كتير، لأنه بابا شخصيته كتير كان طاغية وكتير كان كل شيء بإرادته. فأنا تسمعت وكوني بنت دوبة للترابل، يعني لأنه بنت على البور وهلا جاي تتضيف سنتين ثلاثة بكرة بتروح. فيها الاتيتيود اللي ما فيه أبدا سوء ظن أو فيه سوء معاملة، لا، بس التيبيكال القاعدة العادية هي هيك. فالنمط العادي بالناس انه بس تيجي بنت على الشركة، خصوصا اذا الظروف كتير كتير صعبة وما في غيرها، انه بتيجي بتتضيف لها سنتين ثلاثة وبتروح. فما كتير كل العالم كانوا حابين يعلموها يضيعوا وقتهم. هلا انا اخذت ماي اون ابروتش اللي اتسمع بس اختلفت كتير بالرأي معهم، بابا والفريق الإداري اللي معه اللي هن شباب هو مرباهم. التحقوا معه هو صغير وبلشوا هو أول ما الشركة بعدها صغيرة مش هو صغير. صاروا ينغموا لبعض، هن متفقين على كود معين اوف كوندكت بيتصرفوا فيه، بس الآمر الناهي فيه الوالد الفاوندر الدكتاتور. اجت هالبنت الصغيرة جاية هلا تفلسف علينا. في كان اتيتيود علمونا عليه بالجامعة اسمه لما تفوت جديد في اتيتيود بيوجهوك فيه اللي this is how we do things around here and God I face that so much. كل شيء كان untouchable، كل شيء كان ما بيتغير. بس شوي شوي قدرت ادخل على ثقتهم، ادخل على ثقة بابا انه اذا كان نقترح شيء معقول نمشي. طبعا اهتميت بامور كتير صغيرة وبنيت عليها لحتى اكسب المومنتم تبع الثقة، مش بس الثقة، المومنتم تبع الثقة. يعني انا ابوي اول ما التحقت بالشغل الاول كان دنيا صيفية، شي مخرجة من الجامعة سنة 70، عاملة BA بزنس ادمنستريشن، مبسوطة بحالي. أول أزمة عملتها لأبوي مش التغيير، وجودي بالشركة خوفه. صار أنا وبالشركة خوفان مني على الشركة، أنا وبالبيت خوفان علي. فصار في دايلاما عنده إلى أن شاف إنه لا، حبسكت، حبتقبل، حبعمل، I will blend in. be assured إنه I will blend in. هلا طبعا blending in is difficult لبنت طموحة وفايتة بدها تبقى، ما بدها تترك الشركة، ما أنا ناوية إلا تبقى فيها وتكمل فيها. هون بحب حط بس نوت صغيرة إنه كل هالديترمينيشن إجا من أمي مش من أبوي، إنه بدي أبقى وبدي أنجح. فإلها فضل كبير من هي وعم تربيني إنه هاي الشركة مصيرك، فبدك تستلميها. وما بدي ينقال إنه ما عنده صبيان معناتها إنه شركته بس هو يروح بتروح.
وبدك تنجحي، فجزء من التصميم كان انه بدي انجح. فانا كان عندي الوقت، بس اللي تفاجأته بحالي انه كان عندي صبر كثير، كان عندي صبر انه اتفشل وقاعده. فهالصبر خلاني عندي determination قويه انه فرجيهم انه بقدر ابقى مع كل الظروف. التغييرات اللي احدثتها كثير صغيره، الى ان مرق 5-6 سنين صار بقى لازم في اشياء لازم تتغير، والا هون اجى عنصر الانوفيشن. بس هو فريق بابا وفريق عمله ما كانوا قبلانين ولا شيء. صرت نتفة جرب غير، مش باشياء كبيره، مش باشياء لإلهم كثير مهمه. يعني لإلهم كل قرار صغير، مين بيجيب مين بيمرق على مين هيدي مهمه. فانا تغاضيت عن هدول، نطيت عن هدول، وحبيت اتعلم المهنه بشكل جيد، ووسعت قراءاتي بمجال النقل، لانه ما في حدا بفوت على النقل تقريبا معلم الشغله، بده يبلش نتفه ويتعلم. قريت كثير عن الكونتينر. فلما اول ما اجى الكونتينر على بور بيروت كان في ريزيستنس من الشحينه، وهذا كان اول اجتماع انا عندي انبوت فيه. قاعدين المدراء وبابا عم بيقنعوا شحين يعني مالك كاميونات انه ليش بده ياخذوه، عم بيطرح سؤال كثير بديهي لإله، يعني انه ليش هالصندوق الحديد بدي اشحنه على بغداد وارجع رجع لكم اياه لهون، شو هالوزن وهالثقل صندوق حديد، يعني كلمة كونتينر ما بتعني شيء اطلاقا. فانا هون حسيت اني انا صار فيني اعمل كونتريبيوشن بفهم، مش حيلا حكينا. يعني قربت كريستي، كانوا باجتماع هيك صغير وحوالين كنبيات، مش كونفرنس روم، ما كان فيها الفورماليتي. فقربت كريستي، زحت اللي جنبي واللي جنبي وقربت، قلت له يا عمو، عم بحكي مع الكاميونجي بلغه يا عمو لانه كبير. يا عمو هيدا الصندوق الحديد، خليني احكي لك شوي عنه، انه هيدا البضاعه اللي بقلبه مش موضبه بشكل انت تفضيها، موضبه اقل لانه ارخص، لانه حاولت بهالمنطق. اللي تفاجأ مش الشحين، اللي تفاجأ بابا والشغيله معه المدراء بهداك الوقت، انه هي بتحكي. كنت لوقتها ما عم بحكي، عم بتسمع لهم، بس حسيت هون انه الكونتريبيوشن حيكون فعال، حيكون بفهم. ونزلت لعنده للشحين بشكل ضليت اقول صندوق الحديد، ما استعملت كلمه كونتينر. فهون انا حسيت انه لا، في عندي امباكت. بهالاثناء كمان في قضايا كثير، ما بس الكونتينر، يعني وين بنحط الاوراق، كيف بننمر البريد، الليتر هيدز تبعنا كانوا نص صفحه، ما نقدر نكتب الا باراجراف صغير ونرجع نحط صفحه ثانيه من ذات الليتر هيد. بهول الثغرات فتت وحسنت وغيرت، بس بكتير كتير ريزيستنس. بوقتها حسيت انه انا بكره ان شاء الله بس يصير عندي اولاد وبدهم يستلموا معي، ما بدي اعذبهم هيك. كان عندي هالديترمينيشن او هالفيجن. يمكن بابا كان عنده فيجن بوليتكس، فيجن جيوغرافيك، فيجن انه لازم نفتح بسوريا لانه بكره الترانزيت بده يصير عبر سوريا، لازم نفتح بالعراق لانه العراق سوق جديد. انا كان عندي فيجن بكيف بدي مشي اموري، سلك اموري مع الشباب والشغل ماشي. كان عندي هالديترمينيشن، وفعلا هلا فيو ييرز اجو بلشوا يجوا اولادي على الشركه. ما بفتكر عم عذبهم قد ما عذبني بابا، عم بعذبهم اكيد. ابني بيقول لي بتعوكري لنا المي وبعدين بتتمشي. احو قاعد هونيك عم بتضحك. عم عذبهم بس مش بالقدر اللي انا تعذبت فيه. يعني ماي ديترمينيشن وركت، انه انا نويت انه ما عذبهم قد ما انا عم بتعذب. جزء من ماي ديترمينيشن كان انه ما حيخلق جيل، سوري اولاد، ما حيخلق جيل ديترمند قدنا. ما عم بحكي عن حالي، عم بحكي على القطشه تبع عمري، انه نحن كنا وي وير بيلت تو لاست، انه وات ايفر ات از بدنا ناخذها. فحسيت انه بدي يجيني اولاد لا في لزوم عذبهم مثل ما بابا عم بيعذبني او بقيه فريق العمل تبعه، ولا هن حيكونوا هالقد صلبين، مع انه برهنوا لي انه صلبين واكثر واحسن.
قدرت نفذت هالحلم اللي سلم بسلاسة، وإن شاء الله يكون هن كمان رأيهم إنه استلموا بسلاسة. والحمد لله يعني الشركة أحسن وأكبر، الظروف الاقتصادية صارت أحسن، مش أنا اللي أحسن من بابا، لا أبدا، بس الفاوندر عنده تيبيكال تصرفات بدنا نتحملها وبدنا to surmount it in a way or another. كل واحد بيلاقي طريقته، أنا هيك كانت طريقتي. Thank you, Mrs. Mona Bawarshi. Thank you very much. Thank you. بحب أقدم هلا مستر أشرف شعيتي، هو نائب رئيس تنفيذي لشركة الشورى المصرية ورئيس مجلس إدارة بنك الشورى، وقد أخذ مراكز عديدة، رئيس مجلس إدارة للنمو الاقتصادي ومدير مؤسسة عائلية في القطاع التجاري الزراعي، وهو مجاز على شهادة الإدارة من جامعة كاليفورنيا. تفضل أستاذ. صباح الخير. أنا الحقيقة مش متعود أتكلم في وسط جمع جميل كده، بس أنا حاسس إن أنا في وسط عيلتي، وأنا يعني طبعا بشكر السيد معالي وزير الاقتصاد السيد محي بيه غنوم ورؤوف بيه إن هو شرفني بالدعوة هذه، والسيد محمد شقير وجميع الحاضرين. الحقيقة أنا حاسس إن أنا في وسط عيلتي، لأني تربطنا علاقات كثيرة بناس كثيرة في الجمع ده، أولهم رفائيل بيه دبانة، يعني له علاقة طويلة مع والدي، وإحنا بنعمل في مجال الزراعة برضو. شفت إن في أنطوان إفرام بيعمل في الريسايكلينج، وده شيء يسعدني لأن أنا بعمل في الريسايكلينج برضو. مستر سليم شاهين بانكينج، بس واخد شهادات اكتر مني كتير جدا، واكيد ناس جميله، وانا برقص بنك صغير جدا في جيبوتي. وبعدين هقول ليه جيبوتي، لان كل الناس بتسالني ليه جيبوتي يعني. وبشكر طبعا جوزيان، هي متخرجه من السوربون، وانا ليا جده متخرجه من السوربون سنه 1902، ما كانتش دفعتك طبعا. سعدت جدا ان مستر يوسف صيداني تكلم عن الاثكس او مهتم بالبزنس اثكس، ودي حاجه اكيد احنا كلنا محتاجين ان احنا ننميها في اجيالنا. وجبت بالتوزيع الجغرافي للسيلز تيم بتاع مستر انطوان حداد. مستر جو اشقر education، اكيد احنا محتاجين education عظيم جدا للاجيال القادمه. Let me tell you ليه اسمها شركة شورى. ده اسم لا يمثل الحقيقة، احنا ديكتاتوريين جدا وملناش قوي في الشورى. انا اجي من اسرة والد ووالدة واختين، فالاسرة ما كانش عندها خيار اطلاقا انها تختار حد ان هو تسكسس الوالد غيري، وهم بيعانوا من هذا الاختيار لغاية دلوقتي. فالحقيقه احنا عندنا مثل في مصر بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. and it's very important. احنا بينقصنا الكالتشر بتاع الكبير، بينقصنا الكالتشر بتاع العائله. اجيالنا الجديده ساعات بتستعيبه which is very strange. الغريب جدا ان لو اجيالنا الجديده دي درسوا كويس قوي الناس اللي اعتزت بالكالتشر والانتماء بتاعهم، هتلاقي من انجح الشركات للاسف لروتشيلدز 200 years معتزين بديانتهم ومعتزين بانتمائهم، نجحوا. يا ريت في علمهم يبقوا يشوفوا مين اللي نجح، روكفيلرز، روتشيلدز، داموا. سعدت كمان بمدام منى ان انا قابلتها قبل كده، وهي مهتمه زيي بالفاميلي كومبانيز والمؤتمرات كثيره في العالم، وبهنيها على 70 سنه يعني من النجاح. وهرجع اقول بقى ان اهلي اختاروني ان اكون السكسسر، بس احنا عندنا مشكله اكبر،
عندنا 7 بنات احفاد لسه ما اتجوزوش، وبيتهيألي ان ده ميزه مش عيب عشان لسه هيجي لنا 7 رجاله يتدخلوا في البيزنس. ف الله اعلم بالخير من انما احنا ربناهم على انهم ينظروا الى شركه العائليه على انها بيس اوف انتيك فيها تاريخ، ويبصوا جنبها على فازة مودرن ويشوفوا الحلاوة في دي ويشوفوا مش الحلاوة في التانية، ببساطة مفيش عراقة، مفيش حاجة يبنوا عليها. يحمدوا ربنا طبعا، واحنا نحمد ربنا ان احنا من عائلة وان احنا عندنا بيزنس دام وانتقل الى الحمد لله الجيل الثالث دلوقتي كله بيشتغل في الشركة. الحاجة الثانية، انا كنت برقص نادي الفروسية في يوم من الايام، فوجدت فارس عظيم جدا راكب حصانين، حاطط رجل هنا ورجل هنا، فتصورت ان الفارس ده هو انا بدير عيلة وبدير شركة، وان الحصانين دول هم العيلة والشركة. وفي حالة رهيبة من ان لو حصان مش اندر كنترول تقريبا انا هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا، واحد هيجري عن التاني وانا هتبهدل. فاللي بيدير شركة وبيدير عيلة لازم ياخد باله قوي من سينكرونايزنج الاثنين. أنا نسيت أرحب برضو بنانسي بنت صديقي أنطوان صليبة من شركة ميموزا. في ناس أقدر مني بكتير ممكن يتكلموا على values كتير للشركات، إنما أنا حظيت بأب كان مازال ربنا يديله الخير والصحة مقدر مواهب العائلة، لأن في 3 أنا وبنتين. البنتين واحدة ماسكة فند تعليمي وواحدة ماسكة فند خيري، ولكن في بقى أحفاد وحفيدات، ودول احنا بنسميهم البول اوف تالنتس. الجد كان عنده تالنت معينة، أنا كان عندي تالنت معينة، أكيد ربنا اداني حاجة وما ادانيش حاجات كتير، إنما كل واحد بيبقى عنده تالنت. وشطارة الجد والأب إن هو he makes use of the talent of people of his grandchildren، لأن لو ما اداهمش الفرصة هو بيخسر كتير قوي، بيخسر كتير إن الناس عندها انتماء وناس بتحبه وبتحب في حب في القصة، في حب للمكان، في حب ان المكان ينجح. لو باظ هذا لو اتدفن هذه المواهب الجد بيخسر كتير قوي، وبعدين يرجع يقول ايه انا ما لقيتش حد يمسك مكاني. هو لازم يدي الفرصة، لازم الماتشات تتلعب عشان تختار لعيب كويس، لازم تسيب الناس تلعب، لازم تسيب الناس تغلط عشان تشوف ده كويس وده وحش وده بيج جيم، ولكن لازم حد يقودها. أنا الحقيقة هتكلم على احتمال حلول. احنا عندنا مشكلة، إذا كنا بنمتلك 80% زي ما الناس بتقول، الشركات العائلية تمتلك 80% من the Arab business ونيرلي it's in the American business برضو، احنا مش متحدين ليه؟ احنا ملناش صوت واحد مسموع ليه؟ احنا مش مدين نفسنا قيمتنا ليه؟ I think this is what we should do. We should come together more. We should unite more. لازم يبقى لنا اسم مسموع. If we are 80% of the business, we deserve ان احنا يبقى لنا اسم، يبقى لنا صوت وصوت قوي. الحكاية دي
هتبسط الصغيرين انهم جزء من كيان كبير زي اللوردات في انجلترا. he is from royal blood. الصغيرين دول لازم ينتموا، واحنا لازم نتحد لمصلحتنا وللكالتشر بتاع الصغيرين. الصغيرين لازم يبقى عندهم كالتشر بتاع العيله، كالتشر بتاع المجموعه، كالتشر انهم مبسوطين انهم في وسط الناس دي، كالتشر انهم بيقابلوا زمايلهم واصحابهم اللي من عائلات تانية and they have common grounds يتكلموا عليها في البيزنس. الحقيقه انا في سنه 2004 لما البنات توالت في الولادات قررنا ان احنا نفصل الملكيه عن الاداره. احنا نجحنا في الحكايه دي الحمد لله. احنا عندنا more than 14 companies, they have presidents, they have boards. احنا مش فيها. وكانت شديده جدا على والدي مثلا انه يقول لي انا مش هبقى رئيس شورى للكيماويات للمبيدات. اقول له ايوه مش هتبقى، انت هتبقى صاحب ده كله. فور ذا برايد ساعات انشأنا شركه اسمها شورى الدوليه بتملك كل الشركات دي، والوالد هو رئيس شورى الدوليه. وكل شركه بتدار حاليا بناس and this process never ends. تفتكروا ان هو زرار حد هيدوسه it took us 10 years. وما هوش زرار حد هيدوسه ان خلاص احنا سلمنا الشركات. No, you have to take very good care. You have a better job. You have a more important job. انك انت you keep an eye on people. You manage people. You manage your presidents. You make your presidents happy. You cater them. تاخد بالك منهم لان هو ده المكنه اللي بتجيب لك فلوس. Be very careful ان الناس دي تبقى كويسه. وبي very careful انك انت تطورهم وتحسنهم وتاخد بالك منهم وتحفزهم and make them partners. مش عيب. البروسيس دي احنا عملناها. احنا حاليا في البروسيس بتاع بنكتب التشارترز اللي بين انا تفرغت تماما. انا I don't run any company by myself. انا تفرغت تماما. انا بكتب التشارترز اللي بين البريزيدنتس وبين الاجيال الجايه. البريزيدنتس دول احنا نعرفهم وتعاملنا معاهم وعندنا ثقه معاهم وتفاعلنا معاهم واطمنا الناس وما اطمناش الناس وغيرنا ناس. بس المشكله اجيالنا الجايه ما يعرفوش اللي هيديروا بعدين. فلازم يكون هناك دستور للتعامل بين الطرفين لان دول ما يعرفوش دول غرباء. احنا دلوقتي الولد اللي ربناه من 30 سنه هو اللي مسكناه شركه مش عارف ايه. ولادي ما يعرفوش اللي جايين. There has to be charters. There has to be charters between the family. لازم يكون في مجلس عائله، مجلس حكماء ملوش دعوه بالشغل مش مهم، انما مجلس حكماء للنزاعات. العيله النهارده 10 بكره هتبقى 50. If you want this family to continue you have to have مجلس حكماء. You have to have charters between the family and the management. والحقيقه مشكله كبيره جدا في التدخل اللي من بره عندنا كلنا. التشارترز هتحمي الحكايه دي. مين يكون له صوت، مين ما يكونش له صوت، مجلس العائله شكله ايه، متكون من مين، مين الارشد، مين. I think this is يمكن انا راجل مش منظم قوي بس انا سعدت بيكم جميعا. ولو كنت اعرف الحقيقه ان انا هتكلم قدام الناس العظيمه دي كان لازم اشتري ازازه نبيت من عند سليم بيه عشان اتكلم كويس عن كده. بشكركم جميعا. Thank you very much. شكرا على البرزنتيشن. عندي سؤال استاذ اشرف، كانه خايفين من عدد البنات بالعائله، يعني بحب شوي تحكي لنا لو كانوا مثلا صبيان هل كنتوا نظمتوا بالطريقه ذاتها؟
الحقيقه انا البنات نعمه كبيره قوي. انا بحب البنات جدا. انا عندي 4 بنات ماي سيلف، واخواتي عندهم 3. في بنت اخت من بنات اخواتي، هم مش بيشتغلوا مديرين، هم لسه متخرجين بقى لهم 4-5 سنين. دخلوا واشتغلوا كلهم في شركات بره او في بنوك، تدربوا 1 سنة و2 وبعدين جم الشركه. قالوا لنا ان ده السيستم الاحسن. يس ات از، بتديهم فكره كويسه. البنات كويسين قوي، بالعكس they're more precise عن الولاد في حاجات كتير. يمكن ما فيش الارجنس بتاعت الولاد كمان. كويسين جدا. انا عندي بنت ماسكه الكوميرشال ادمنستريشن بتاع ميليتري فيهيكلز، هي نقت الميليتري فيهيكلز. الثانيه نقت المبيدات، راحت لرئيس شركه المبيدات قال لها عايزه تعملي ايه، هو اللي قعد معاها، هو هي امبلويد هير، وابتدت ب 3000 جنيه زيها زي اي حد which is $400. ابتدت وهم بيرتقوا وقاعدين في الشركه على انهم موظفين. مفيش ولا واحده فيهم تقدر تبدي راي في الشركه اللي هي بتشتغل فيها الا في حدود اختصاصها او في حدود وظيفتها. هي ليست صاحبه شركه. and if this goes on I think ان احنا هنمشي كويس. ولو احنا الكبار غروا الولاد وقالوا لهم انتوا هناك انتوا اصحاب مال، اكبر كلمه غلط في رايي. اكبر كلمه غلط انك تدي حد اكبر من مقاسه، لانه هيبقى شكله وحش جوه. هلا هو الترتيب كتير، يعني انا بعتقد كتير مزبوط انه كل واحد بوظيفته بس سؤالي انه لو كانوا شباب، يعني كنت فكرت اكثر انه بدهم ياخذوا مانجيريال بوزيشنز بالشركه. نو نفس الترتيب، يعني كان لازم طريقه هيخش من التفكير الاول. كانت نفسها. انا دخلت وانا في اعدادي، رحت لابويا، عندي مش هطول عليكم يعني، رحت لابويا قلت له انا عايز اشتغل، فقال لي قوي. كان عندهم مكتبين، مكتب ابويا ومكتب عمي في بنايه قدام بعض. رحت لقيت شغلتي عند عمي، دخلت عند عمي، صباح الخير يا عمي. قال لي لا، خش اعمل لنا فنجانين قهوه. ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ عمي مش واخد باله ولا ايه؟ قال لي وبعدين تخش تنظف المكاتب اللي في الاوضه اللي هناك. فرجعت لابويا قلت له يا ابويا انا يعني ليه الشغلانه دي يعني فراش؟ قال لي ايوه، انت معاك شهادات ايه عشان تبقى اكتر من فراش؟ اشتغل فراش عشان لما تقعد على الكرسي اللي انا قاعد عليه الفراش ما يضحكش عليك. تعرف شو؟ يس ات واز ا هارد يير. يمكن ما كنتش حابب قوي ابويا في هذا الوقت، انما اكيد دعيت له بعدين. يس ات واز ان اكسبيرينس. تاني سنه شغلني مع محاسب حرامي. والله قال لي لو اشتغلت معاه الحرامي ده وحبك هيقول لك بتسرق ازاي. فابتديت اسرق مع الحرامي لغايه دلوقتي. اي حد عايز يعرف السرقه ازاي اقول له. رح نرجع شوي لموضوع الفورم، هو الابتكار. أنا بحب أسأل معالي الوزير إنه نحن شفنا شوي شو عملتوا ابتكارات بالنسبة للباكجينج، بالنسبة لنوعية جديدة من العنب يلي ابتكرتوا نوع نبيد جديد. بحب شوف هالتحدي الابتكار بسوق تقليدي، يعني كيف كانت التجربة وشو بتوصي للجيل الثاني بالنسبة للابتكار؟ تحديدا نقينا شركة النبيذ لأنه يعني متجذرة، والابتكار فيها يمكن بالنسبة لكثير من الناس بيعتبروه غير ممكن. كرمال هيك حبيت أعطي أنا أمور حسية وفرجي الناس كيف عملنا ابتكارات. وهذا بيأكد أن الابتكار ليس حكر على برودكت، على منتج، حكر على الإنسان. ابتكارات ممكنة على طول وموجودة، المهم الواحد يكون عنده النية يبرم عليها ويكفي فيها. تحدي طبعا. هلا في عنا برودكتس جديدة بالR&D عم بيشتغلوا عليها لحتى يعملوا اشياء جديدة على طول بشكل مستديم، ولكن هذا يعني
في مثل كمان انتم بتقولوا بالجامعه انه when you stand still، وقت بتوقف محلك معناتها منك واقف محلك، انت عم تتراجع لورا. بقى التقدم والابتكار هو ضروره في اي شركه. اوكي، حضرتك حكيت عن انه انكريمنتال انوفيشن، انه بتفضل انه يكون الابتكار مش شوط واحد، بس لما نطلع بالعالم يعني نحن ما كنا نفكر انه ايباد يكون موجود او يكون يحكم شوي حياتنا، الايبود والايباد، او يكون عندنا مثلا 24 hours نتوركينج انترتينمنت على التلفزيون، يعني كله موجود. هيدا اليوم صار موجود لانه كان في اشخاص مثل ستيف جوبز كان عندهم فيجن انه بدهم يخترعوا هالشيء وقدروا يوصلوا له. يعني فهو منه اذا بدك انكريمنتال ابتكار، يعني شوي شوي، بس هالابتكارات اللي عم نشوفها هلا هي ابتكارات نوعيه نعم breakthrough. It depends on the company. يعني نحن till now we don't own لا telecommunication company ولا electronics company. وبالفعل التطور بهالقطاعين تحديدا آخر 20 سنة كان هائل ومتسارع جدا، لأنه هالقطاعين هن إمكانية التطور فيهم هالقد سريعة وهالقد متطورة. ولكن أنا بأكد لك إنه الموضوع او موضوع الشركه اللي عم نحكي فيها، اللي نحن جربنا نكون عم نحكي ضمن التراديشن واللي هي الامبيد، التطور فيها لا يمكن ان يكون موازي لتطور شركه الكترونكس او تيليكوميونيكيشن اتصالات. بس هذا ما بيمنع انه يكون فيها تطور كمان. بقى كل شركه، كل موضوع شركه هو بيكون يا اما اذا بدك بيدفش التطور بإمكانية أسرع ليكون أسرع، أو بيكون step by step. It depends on the type of company you're dealing with. والأسواق، إذا سوق تقليدي مثل سوق انبيد يعني أكيد يس إيه أكيد ما عندنا شك. ست منى قلتي بالبرزنتيشن تبعك انه انت ما بتحبي تعاملي اولادك مثل ما عملتي، يعني الاشياء اللي زعجتك ما بتحبي انه اولادك تو اكسبيرينس ات، يعني يمروا فيها. فبحب اعرف شو هن الامور يلي كثير كانت مزعجه، حكيتي شوي بس انه كثير مزعجه اللي ما بتحبي اولادك يقطعوا فيها. هلا هو الجنرال اتموسفير، كنت دغري حسيت من شيفت على الشركه انه انا رح اتحارب وانا لازم اسكت وانا لازم فوت بالصف، يعني انضبط. وفعلا ضبطت. هلا لو كنت شاب لا كانت المساله حتكون مختلفه. كانت اهين تعتبري؟ انا بعتبر كانت حتكون اهين، بس ما حتكون بهالصلابه. اللي بيجي اهين بتتعاملي معه اهين، بس ديفنتلي لو كان في صبي كان قبلوه اسهل. أنا بس شو كان الرول تبعك؟ تتخيلي انه شو كان دورك لو كان مثلا عندك خي او عندك، كنت بتحسي انه كنت لعبتي نفس الدور؟ احلى سؤال هيدا. انا لو عندي خي كنت قلت له اعطيني حصتي. بس انا ما كان عندي خي، ما كان عندي تشويس. علمنا استاذ فلسفي بالبكالوريا الثانيه انه اهم نوع حريه هو انه تختار اللي لازم تعمله. اللي هو كمان محدد هو اكثر. استلم وراء ابوي، فانا فتت حاسه باختيار، انه انا رحت عملت بزنس ادمنستريشن، رحت نوت باي تشويس، مش باختيار عملتي بزنس او لا، كله مش باختيار، بس اعتبرتهم اقصى انواع الحريه هي انه تختاري اللي لازم تعمليه. اعتبرت نفسي انسانه حره وعم بختار واجبي وبدي أديه على أكمل وجه. فكان فيها الإصرار إنه بدي استلم وراء أبوي، بدي حقق لنفسي احترام قبل ما النجاح ما كان بخاطري. حقق اكتسب احترام العاملين مع بابا، اخلق جيل جديد يشتغل معي. بس هالصعوبات اللي واجهتها كوني امرأة وكوني بادية كبنت صاحب الشركة، هيدي اللي حسيت انه ما في لزوم. كنت بعد لا خاطبة ولا مجوزة ولا، حسيت انه بس عارفة انه فاميلي بزنس وبكرة اولادي ان شاء الله
بيلتحقوا. حسيت بوقتها قد ما تمرمرت، حسيت انه لا بدي مرقهم بذات المرحله، اعمل عليهم ذات الصعوبات، صعوبات العمل، صعوبات يعني لا صعوبات how to penetrate, how to become how to decision fight, makers, how to be listened to. this هاي نوع من الصعوبات. ولا حيكون في جيل، بكررها كمان مرة no offense children، انه ما حيجي جيل عنده هاي الديترمينيشن انه يواجه هالصعوبات، وما في لزوم لهالصعوبات يعني. فمن الاساس انا انسانة I look forward to change. عشت بجو ما بده ابدا يزيح and to change، فصرت اعمل change عم تتألمي، صغار عم تتألمي بالجو، عم بتألم وصرت احدث تغييرات صغيره صارت تكبر معي، الى ان قبلني الجو، قبلني البور، قبلوني مدراء الشركه، وصرت احدث تغييرات اسرع. هلا الدنيا مثل ما قلتي صارت بعد اسرع، عم تروح بسرعه اكثر. انا ما فيني واكب هاي السرعه، ف I'm very glad انه صار في جيل في يواكب هالسرعه، انوفيتيف، تعلم المصلحه العتيقه والجديده. بس كيف بتشجعيهم على الابتكار للجيل الجديد؟ يعني لما هل هو شغله مهمه يعني بتشجعيهم عليها، انه اذا بدنا نعمل فكره جديده يلا جو اهيد بلش؟ Let's analyze it. اول شيء اي تشينج خلينا نشوف شو قضيتها، يعني شو ندرسها اكثر. I look forward to change بمعنى انه بيعلم، change بيسقل. فتعالوا نشوف شو حداثتها، شو مفعولها، ندرسها اكثر، مش دغري هيك نقول لا ما بيصير. this is not the way we run things around here. resistance كان كتير ضعيف يعني عندي. في openness بطريقه التعاطي، انه في فكره جديده لنبحثها، خلينا نبحثها ونشوف شو قضيتها، وبعدين من هونيك نستمر، يا نقبلها سوا يا نتركها سوا. بعدين انا عندي كتير شغف انه بقول لهم دائما للاولاد انه غلطوا طول ما نحن بعدنا انا وابوكم فوق راسكم، غلطوا. هلا ما تغلطوا اون بيربس يعني، بس انه في حال صار غلط ونحن موجودين، enjoy the exercise of correcting it. this exercise ما بيعلموه بالجامعه، ما بيعلموه بالحياه، exercise المعين اللي عم يصير معكم بالشغل. enjoy solving the problem so that it becomes an exercise اللي ما بترجعوا تعيدوه، ما بيرجع يصير فيكم مرة تانية، فاستفيدوا منه، بمعنى استفيدوا منه. بس I like to put it in the way of an exercise، انه بصير مشاكل مش ضروري من التغيير، بصير مشاكل بالنقل، البضاعة هي على الطريق تتشتش، البابور بيصير له ديفييشن، في اشياء عيشوها، مش له كيف هيك صار خلص خلينا to accept and solve the problem، بمعنى enjoy the exercise of ملاقية روت جديدة، ملاقية solution جديد. هل attitude بفتكر انا لحالي انه ساعدني وساعد الاولاد. بس انا كان عندي اياه حتى قبل الاولاد مع الزملاء الجداد اللي صاروا يوفدوا علينا اصغر مني، وعم بيتعلموا وعم بيشوفوا الاشياء من different perspective. فتمرنت مع هالشباب الطالع وعم طبق على الاولاد. شكرا. عم بيقولوا لنا لازم نوقف ايه تفضل. كان لي بس تعليق صغير عشان انا قلت على التشارترز. انا بس نصيحتي اذا كان طبعا انتوا كلكم يعني ناس عظام عني، نصيحة الصغير ان never start charters when you're angry and never start charters، انك تعمل charters وانت في مشكلة او بتعملها علشان مشكلة. هيبني دستورك كله على محاولة حل المشكلة دي، مش هتبني دستور متوازن، مش هتبني دستور بتفكر فيه. فابعد نفسك عن المشكلة، ابعد نفسك عن الحاجة، واعمل تشارترز بعيد عنها بليز. مزبوط، يعني هيدي كتير مزبوطة بعلم المؤسسات العائلية، لأن يقدر واحد يفكر بطريقة موضوعية. هو عم بحط النظام، يعني ما عم بحط النظام على قياسه، عم بحط النظام للأجيال يلي بدها، الأجيال القادمة. بس بدنا نقول إنه الابتكار بكل المؤسسات
مؤسسات كتير مهم، وعلى القليلة شوي شوي، ولازم يكون في انفتاح للجيل الجديد لحتى الجيل الجديد يجي بأفكاره الجديدة ويبتكر اشياء جديده. وما بدنا ننسى كمان استاذ اشرف يلي قالوا انه لازم يكون في تنظيم، يشتغلوا العائله على تشارتر، والتشارتر بدهم يشتغلوا عليها مش بوقت في تعصيب او وقت في مشاكل، على رواق، وقت يكون عندهم وقت بيتجردوا من كل المشاكل ليقدروا يفكروا بالتشارتر بطريقه موضوعيه. بشكر حضوركم وبدنا ننتقل بعتقد للجلسه الثانيه. شكرا معالي الوزير، ست منى، سيد اشرف، شكرا. نشكر الساده المتكلمين.